إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله تعالى، فإن الله قد أوصانا كما أوصى من كان قبلنا، فقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. أيها الأحبة، نستمر في سرد حادثة الإفك وما نتج عنها من إشكالات وخلافات اجتماعية ومتغيرات في الأحكام كثيرة جدا. فإن الذي تعرض لهذه الحادثة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أي فرد من أفراد الأمة، وليس شخصا عاديا. إنما أراد المنافقون أن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية لكي يهدموا رسالته التي جاء بها. كنا قد توقفنا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم للذهاب عند أبويها لتستوثق الخبر، فذهبت رضي الله عنها وأرضاها بعد أن أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا أماه، أو تحدث الناس بهذا؟ فقالت لها أمها رضي الله عنها وأرضاها: يا ابنتي، لا عليك، والله ما من امرأة كانت وضيئة عند زوجها ولها ضرائر إلا كان لها مثل ذلك. فقالت: وقد تحدث الناس؟ قالت: نعم. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فبكيت. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فوق سطح المنزل يقرأ القرآن، فنزل رضي الله عنها وأرضاها فسأل أمها ما شأنها، فأخبرته، فبكى رضي الله عنه وقال: يا ابنتي، أقسم عليك لترجعن إلى بيتك. فرجعت رضي الله عنها وأرضاها. هنا أصبح في القصة منحى آخر واتجاه شديد. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب يستشيرهما في فراق أهله. وصل الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا والناس تتحدث في أمر حادثة الإفك،
إلى أن بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشير في فراق عائشة رضي الله عنها وارضاها. سأل أسامة بن زيد، تقول عائشة الذي يروي الحديث عائشة صاحبة القصة بذاتها ونفسها وشحمها ولحمها، تقول فاستشار أسامة بن زيد. أسامة هذا الغلام، لماذا أسامة بن زيد؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستشر كبار الصحابة، لم يستشر عمر ولا عثمان ولا الصحابة الكبار أبدا، إنما استشار المحيطين بأهل بيته، فإنهم يعرفون وضع أسرته صلى الله عليه وسلم. وأسامة كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشار أسامة، وكان يحمل أسامة في نفسه الود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استشاره كان رد أسامة ردا عجيبا، قال يا رسول الله إنهم أهلك، والله ما علمنا عليهم إلا خيرا. يا سلام، ما أجمل الجواب. ثم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب كان منصفا في إشارته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يرى الهم والغم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يهون على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فكان جوابه مختلفا عن أسامة نوعا ما، فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، واسأل جارية تصدقك. لم يقطع رضي الله عنه وارضاه بأنه يطلق عائشة، وإنما قال هون عليه، فالنساء غير عائشة كثير، ولكن إذا أردت أن تعرف حقيقة عائشة فاسأل الجارية التي تخدمها، فإنها أعرف الناس بها وأكثر الناس التصاقا بها، فهي تستطيع أن نرى ما لا نرى وندرك ما لا ندرك. هذا كان رأي علي رضي الله عنه وارضاه. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم جواب علي، فأجاء ببريرة رضي الله عنها التي كانت تخدم عائشة رضي الله عنها، فقال لها يا بريرة هل رأيت من عائشة ما يريبك؟ قالت لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله ما علمت عليها إلا خيرا، فإن كان هناك شيء أغمصه عليها يعني أخذ عليها فيه، فإنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل، يعني تخبز العجين لأنها صغيرة فتنام، تأتي الماعز أو الشاة الداجن التي تكون في تربية البيت التي لا تسرح فتأكل العجين، فتستفيق فإذا العجين قد ذهب وقد أكلته الشاة أو الداجن. هذا الذي يعرفه عن عائشة. أما شيء لا، في بعض الروايات أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليها في الكلام وأخبر الخبر، فقالت والله ما رأيت عليها شيئا إلا كما يرى الصائغ التبر الأحمر، أي أنها ذهب رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا سأل زينب بنت جحش، زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها في زينب وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تضع مكانتها في مكانتي، وترى أن مكانتها لا تقل عن مكانتي، لأن عائشة هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ترى زينب أنها هي كذلك أحق بهذه المكانة من عائشة. فمعنى ذلك أنها بينها وبين زينب ماذا؟ نوع من يعني المسابقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألها عليه الصلاة والسلام ردت ردا غريبا عجيبا لم أكن أحد يتوقع منها هذا الجواب، وكأنها ربما تكون الفرصة السانحة التي تتخلص فيها زينب من ضرتها عائشة، ولكن الجواب كان مختلفا تماما عن المتوقع. فقالت يا رسول الله
أحمي سمعي وبصري ما رأيت عليها إلا خيرا. أحمي سمعي أن أسمع كلاما فيها فأصدقه، وأحمي بصري لم أرى شيئا عليها. كيف أقول بشيء سمعته ما رأيته يا رسول الله؟ أنا الذي أعرفه عن عائشة ما رأيت عليها إلا خيرا. تقول عائشة في وصف خديجة، في وصف زينب رضي الله عنها وارضاها: أما زينب فقد حماها الله بإيمانها، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تحملها تلك المساماة على أن تقول في ما ليس بي. رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. هنا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآراء وهذه الإشارات والاستشارات التي قام بها عليه الصلاة والسلام، تحولت المسألة إلى أمر آخر كبير وعظيم جدا. أدت خطورة هذه الكلمة إلى أمر غير متوقع أيضا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذا الكلام صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من يعذرني في، أي من ينصفني من رجل، من يعذرني في رجل قال في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قناعة أن ما لم يرى على أهله شيء. من ينصفني من رجل قال فيه هذا الكلام؟ شوف الألم الذي وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحزن الشديد والهم والغم الذي كان في نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سيد الأوس، وأنتم تعرفون من سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن حينما توفي رضي الله عنه. انظر إلى هذا الموقف، وكيف أدت هذه الفتنة إلى أن هؤلاء الهامات والقامات العظيمة يدخلون في نفق هذه الفتنة. فقام رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، أنا أنصفك منه، إن كان من الأوس، طبعا هو كان سيد الأوس، إن كان من الأوس لأقتلنه، وإن كان من إخواننا الخزرج، انظر الآن تعدى على قبيلة الخزرج، وإن كان من إخواننا الخزرج فتأمرنا بأمرك، يعني إذا أردت أن تقول فلان نقتله حتى لو من الأوس نقتله يا رسول الله. قام سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج، قال: لا والله، لعمرك والله لا تقتله ولا تستطيع قتله. انظر الآن بدأت الآن الحمية. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تروي الحديث: وكان رجلا صالحا، أي سعد بن عبادة، فأخذته حمية الجاهلية فقال: لا والله، لا تقتله ولا تستطيع على قتله. قام أسيد بن حضير من الخزرج فوقف يناشد، وكان عفوا من الأوس، وكان رضي الله عنه وارضاه ابن عم سعد بن معاذ، ووجه الكلام إلى سعد بن عبادة مباشرة، قال: لعمرك والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هل رأيتم الكلمة هذه ماذا أدت؟ تقول عائشة: فقام الحيان وكادوا وهموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المنبر يسكتهم ويخفضهم حتى سكتوا وسكت صلى الله عليه وسلم. رأيتم حجم الكلام الذي يخرج من اللسان وأثره في المجتمع عامة وليس على مستوى الشخص فقط؟ وصل الأمر بهذه الفتنة إلى أن تعدى إلى أن المسلمين يقتتلون بكلمة واحدة في عائشة رضي الله عنها وارضاها. خطورة الكلمة مهمة جدا، ينبغي على الإنسان حينما يطلق للسانه لعنان فيتكلم في أعراض الناس أن يتفهم خطورة العواقب التي تترتب على هذا الكلام. وهنا سكت النبي صلى الله عليه وسلم
تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: فجلست ليلتين ويوما أبكي لا يرقى لي دمع لم يتوقف. تقول: فاستأذنت علي وأبواي عندي، وكاد البكاء يتفطر كبدي منه أو قاتل كبدي. تقول رضي الله عنها: فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، تبكي لبكاء عائشة رضي الله عنها وارضاها. حينها دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. كان أبو بكر موجود، عائشة رضي الله عنها وأمها رضي الله عنها والمرأة الأنصارية. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وتشهد وأثنى عليه: انظروا الكلام، كلام خطير الآن، ولو حب أن نتكلم فيه خطبة كاملة والله ما نستطيع أن نعطي حق هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قال الناس كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت قد ألممت بذنب. هذا كلام الزوج يقول لزوجته، ما أحد يستطيع يقول هذا الكلام. الزوج اليوم ما يستطيع يقول هذا الكلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أغير الناس. وفي حديث حق غيرة سعد يتكلم عنها إن شاء الله في جمعة مستقلة. فقال: إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر الله ثم تاب الله عليه. هنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: فقلص دمعي من عيني، الدمع توقف. الآن الحالة اتخذت منحى آخر، حالة عائشة النفسية اتجهت اتجاه آخر غير اتجاه البكاء والغم والمرض والتعب، بل وقفت صامدة وذهب الدمع من عينها ونظرت إلى أبويها وقالت: يا أبتي عاجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. وكان عائشة رضي الله عنها تقول لأبيها: أنت تعلم أنني بريئة، وتعلم أنني صادقة، وتعلم أن هذا السلوك ليس من أخلاقي ولا من تربيتي ولا هو اتجاهي يا أبتي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، أعظم رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين، مكتوب الأيدي، عاجزا أن يتفوه بكلمة واحدة، فقال: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فنظرت يا أمي فقلت: يا أماه أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري يا ابنتي ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع ما هو يعني يا أخوان، ترى لا تتخيلوا أن الموضوع سهل أو أن الموضوع بسيط جدا. الموضوع ليس بهذه السهولة، أمر نزل فيه القرآن، آيات تتلى إلى يوم القيامة، نتعرض لها إن شاء الله في الخطبة القادمة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فقلت، هنا بدأ أرد عائشة، فقلت: إنكم تعلمون إنني أعلم أنه قد وقع في أنفسكم ما قال الناس وصدقتموه، وأنا يعلم الله أني بريئة، ولو قلت لكم أني بريئة لا تصدقونني، ولو قلت لكم أني فعلت هذا الأمر والله يعلم إني بريئة لصدقتموني، وما مثلي ومثلكم. ويقول: كنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن،
فقلت وما مثلي ومثلكم إلا كما قال الرجل الصالح أو أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وردت رضي الله عنها ظهرها لهم وجلست تبكي رضوان الله عليها وأرضاها. في الخطبة القادمة إن شاء الله نتعرض لما حصل وكيف نزل القرآن بتبرئة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم من الذين نالوا في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، وكيف تعامل القرآن مع هؤلاء الناس الذين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف حصلت القصة التي كانت بين أبي بكر الصديق وبين مصطح بن أثاثة رضي الله عنهما جميعا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع معاذ في الحديث الطويل نأخذ منه الشاهد، فقال معاذ يا رسول الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه كف عليك هذا، استدرك رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله، معاذ بن جبل يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ هل يؤاخذنا الله بالكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة تقال ويقولها العرب دائما إذا أرادوا أن يعظموا أمر الشيء الذي يتكلمون عنه. فقدتك أمك، وهي من مصائب العظمى حينما تفقد الأم ولدها. فقال له ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم أو وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد هذه الألسن هي التي تدخل النار والعياذ بالله، خاصة فيما يتعلق بأعراض الناس. كفوا ألسنتكم في الكلام في أعراض الناس. يجب على المسلم أن يتنبه، لا يتكلم في عرض أحد، يحفظ لسانه، يحفظ سمعه، يحفظ بصره ولو رأى شيئا حتى ينال عفو الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يعفو عن هذه الأمور. فهذه أمور تتعلق بحقوق الآدميين لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، وإنما يقتص الله عز وجل للناس منك. يقول صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم يوم القيامة بحسنات مثل الجبال تهامة بيضاء، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وهذا من سيئاته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. أيها الأحبة، هذه الحادثة تلهمنا بشكل عظيم كيف نتأدب في تعاملنا مع الناس عموما، أخلاقا وقيما وآدابا وفضائل، وننزل الناس منازلهم ونقدرهم ونحترمهم، وألا نتكلم فيهم ولا في أعراضهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الهدى والتقى والعفاف والغنى. توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم قوة وصحة في الإيمان، وإيمانا مقرونا بحسن خلق يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همنا ونفس كربنا واغفر ذنبنا واقض ديننا واستر عيبنا. آمن اللهم روعاتنا، آمن اللهم روعاتنا، واحفظنا من فوقنا ومن تحت، واحفظنا عن أيماننا وشمائلنا،
ومن فوقنا، وأن نعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. آمنا اللهم في أوطاننا، آمنا اللهم في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استووا، استقيموا، اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله